السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بإذن الله يا باشمهندسين هنتكلم في الفيديو دوت عن أمر قوي. تمام، أمر قوي بس مش أمر قوي لأي إيلمنت أو أي جيومتري، أمر قوي يا باشمهندسين لإيلمنت الريبار بصفة خاصة. تمام، طيب انا باشمهندسين وانا شغال، تمام، انا بحتاج ان انا احاول ان انا اسرع الريتم بتاعي في الشغل. واحنا شغالين اي اس دي لما كنا بنقابل عمود مثلا 250 في 600، تمام، مثلا في منه 5 نماذج، خلاص احنا عملنا منه 5 نماذج زي هنا الريفت عادي خالص ورسمناه. طيب قابلت عمود 300 في 600، هل باجي ارسمه من البدايه تاني؟ لا، انا باخده كوبي وبعمل استريتش 5 سم وبظبط الاسياخ على اساسها وبعدل الاسياخ. طيب انا هنا يا باشمهندسين انا عاوز اظبط الكلام ده. طيب انا عندي امر بيحل الدنيا بحاجه بسيطه هنا اسمه بروباجيت ريبار، بس بروباجيت ريبار بينفع في الحالات ايه؟ في الحالات السيمبل زي ما قلت لك، ده اول حاجه. تاني حاجه يا باشمهندسين هو بيتطلب منك بروباجيت ريبار، هو بينقل لك الحاجات بنفس اقطارها وبيتطلب منك انك تخش تعدل الاقطار والحاجات الباقيه. والحاجه الاهم يا باشمهندسين هو ان لو احنا بنتكلم كتسليح هو بياخد ليه وقت على الريفت شويه، فهو بياخد وقت كانوتيشن مش بياخد وقت كرسم حديد. ليه؟ لان رسم الحديد هو اسرع حاجه في ان انت تعمل موديلنج للريبار، تمام. لكن اللي صعب وبياخد وقت، هو مش صعب، هو بياخد وقت شويه، هو الانوتيشن اللي على الريبار نفسه. يعني انا يا باشمهندسين احنا لو جينا نبص على القاعده دي على تسليحها كده هنلاقي تسليحها هنا البلان مظبوط بتاع القاعده، هنا الاليفيجن مظبوط هنا بتاع القاعده، هنا السكشن بتاع رقبه العمود مظبوط. طيب هل انا يا باشمهندسين لما اجي اسلح مثلا قاعده اف 1 دي، تمام، عاوز اصلحها، طب ليه عاوز اصلحها؟ والله يا باشمهندسين ممكن يكون ان احنا مطلوب مننا كموديل بيم ان احنا نسلم 3 دي رينفورسمنت للموديل كامل، فهو بالنسبه له هو مش هيفهم ان انا اسلح قاعده واحده واديها اليمنت نمبر، تمام. طيب طب لما ليه انا انقلها بالانوتيشن؟ برضو وارد جدا يا باشمهندسين يكون في تغيير بسيط في القاعده ديت، وليكن مثلا مش هقول لك السمك متغير علشان هي مثلا احنا هنفترض ان هي نفس القاعده بالظبط، وليكن مثلا يا باشمهندسين ان الريبار كفر بالنسبه لها متغير شويه، تمام. هل انا ممكن اعدل على حاجه زي كده؟ سهل جدا انك تعدل على حاجه زي كده. طيب لو انا عاوز مثلا ان انا انقلها في نفس الموديل او انقلها الموديل تاني، طيب هي حته الكوبي يا باشمهندسين ممكن تكون بكوبي ريبار بالانوتيشن وممكن تكون بدون انوتيشن. طيب بدون انوتيشن دي الحاله الشائعه وكله عارفها، بالانوتيشن دي ان شاء الله هي اللي هتميزنا عن غيرنا. طيب لو احنا جينا نبص يا باشمهندسين هل هي الموضوع فعال قوي في القواعد؟ لا، هو مش فعال قوي في القواعد. ليه؟ لان انا بشتغل نموذج واحد وبديله اليمنت نمبر. لما اجي اعمل هنا كده اكيد مش هاخد الاسياخ كوبي هنا. ليه يا باشمهندسين؟ لان انا لما كنت باخدها بروباجيت كانت بتتظبط على مقاس القاعده بتاعتي. لو انا جيت هاخد هنا يا باشمهندسين ديت مثلا كوبي، تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل لو انا خدتها هنا كده. اللي هيحصل يا باشمهندسين هو بينقل لك الاسياخ بنفس اطوالها بنفس كل حاجه، يعني ما بيغيرش فيها اي تفاصيل، تمام. طيب ما كده الامر ده بالنسبه لي في القواعد المتغيره مش فعال خالص. انا بالنسبه لي بروباجيت كده احسن بكتير جدا. طيب يبقى انا هستفاد من بايه هنا يا باشمهندسين في القواعد؟ هستفاد في القواعد هنا يا باشمهندسين في حاجه واحده بس، ان هو لو طالب 3 دي رينفورسمنت، طالب تسليح القواعد كلها وعاوز يخرج منها انوتيشن. طيب هل انا لسه هعمل بروباجيت هنا كده واخش اعمل انوتيشن؟ لو احنا جينا نبص على الانوتيشن هنا هنلاقيها كتير، يعني الانوتيشن لحد ما بتاخد وقت شويه. لا، طيب تعالوا نعمل فكره الريبار. لو انا عاوز انقل الاسياخ، تعال بصوا يا باشمهندسين كده، كده ايه اللي حصل يا باشمهندسين؟ تعالوا نعمل برضو كلاوت عشان نقدر نشوفها، تمام. اوكي، بصوا يا باشمهندسين اللي حصل هو نقل الاسياخ عادي جدا وحلو وكلام جميل، بس ما فيش اي نوتيشن. بص الفرق بين السكشن ده والسكشن ده يا باشمهندسين. طيب نقل الاسياخ سهل، لكن الانوتيشن هي اللي صعبه او هي اللي فكره. طب ايه هي الفكره في الانوتيشن؟ الانوتيشن يا باشمهندسين هي متعلقه بايه؟ الانوتيشن متعلقه بالفيو اللي هي فيه. يعني بمعنى ايه يا باشمهندسين؟ لما انا اجي اقول له والله انا عاوز السيخ دوت هنا كده، وليكن مثلا يا باشمهندسين انا دوت مثلا يا باشمهندسين كده عملت له في بحيث يظهر معايا واديته تاج.
لو انا جيت اقول له هنا كده يا باشمهندسين وانا في نفس الفيو حددت الحديد بالتاجه بتاعته يعتبر بالانوتيشن، وقلت عاوز اعمل له كوبي هنا، تمام، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل هو هينقلها بالانوتيشن عادي جدا ولا في اي مشكله. طب ليه يا باشمهندسين؟ عشان هما الاثنين داخل نفس الفيو، هما الاثنين داخل نفس الفيو. طيب لو انا جيت انقلها مثلا، لو انا خدت كول اوت هنا كده يا باشمهندسين، هاجي من هنا كده من انوتيت من فيو، وعاوز اعمل كول اوت هنا كده، اوكي خلاص، يبقى انا كده جميل، يبقى انا عملت فيو هنا اهو، وعاوز انقل الحديد من هنا لهنا. طيب لو انا جيت انقل الحديد يا باشمهندسين هنا كده، اقول له والله انا عاوز اعمل تاجة هنا كده، تمام، واخد الحديد دوت كوبي من هنا كده، واقول له هنا كده كنترول في. بصوا يا باشمهندسين ايه اللي حصل؟ هو نقله بس مش مظبط لا تكست ولا اي حاجه. طب ليه نقله يا باشمهندسين؟ نقله علشان انا كريت فيو جديد، كريت فيو جديد. طيب لو انا ما كنتش كريت الفيو ده، هل كان نقل فيه الانوتيشن؟ ما كانش نقل فيه الانوتيشن، يبقى الانوتيشن متعلقه بالفيو. طب ليه نقلها هنا يا باشمهندسين؟ نقلها علشان انا كريت فيو نفس الفيو دوت بالظبط، مفيش اي اختلاف ما بينهم. لكن لو انا خدت من هنا كده يا باشمهندسين وقلت والله انا سلكت الحديد بالانوتيشن بتاعته، هاجي من هنا كده من البلان وقلت والله انا عاوزها كوبي من هنا كده لهنا كده، تعالوا نشوف ايه اللي حصل لما ندخل في الكول اوت هنا. نقل بالانوتيشن؟ ما نقلش بالانوتيشن، لان انا بنقل منين؟ انا بنقل من الكي بلان، انا كبرت الفيو ما كبرتش الفيو. طب الانوتيشن متعلقه بايه؟ متعلقه بالفيو. يبقى نقل الفيو نقل الانوتيشن امتى؟ نقل الانوتيشن لما انا كبرت فيو، عملت فيو شبه اللي موجود بالظبط. طيب هل انا كل بقى قاعده مثلا، يعني انا هنا محتاج ان ادخل اعمل كول اوت وبعد كده اعمل فيه الفيجن، وبعد الالفيجن اروح عامل سيكشن في العمود عشان لما اجي انقل الاسياخ انقل من سيكشن العمود لسيكشن، يعني انقل من هنا كده لنفس الفيو التاني اللي زيه، وانقل من هنا كده لنفس الفيو التاني اللي زيه، وانقل من هنا كده لنفس الفيو التاني اللي زيه؟ لا، في حل بقى يا باشمهندسين جميل قوي. ايه هو الحل ده؟ والله انا عاوز اصلح دلوقتي القاعده دي، فانا بعمل ايه؟ باجي من هنا كده يا باشمهندسين، بفتح الثلاثه قدامي وسلكت عليه كله يا باشمهندسين، وتعالى هنا كده كنترول وسلكت عليه كده كله. طيب احنا مسلكين عليه كله، تعالى هنا كده وسلكت عليه هنا كله، وتعالى يا باشمهندسين نفرض ايه اللي انا محتاجه معاه. محتاج الديتيل ايتم، محتاج الديتيل ايتم. طب ايه اللي هي زي خط القطع زي الكونستراكشن جوين؟ طب محتاج الدايمنشن. خلينا نقول بلاش دايمنشن عشان الدايمنشن متعلقه بالاليمنت، لو الاليمنت مثلا متغير. هو الموضوع ده بيبقى فعال جدا يا باشمهندسين جدا في الاعمده. ليه؟ لان الاند سيكنس بتاعت الاعمده بتخليك تفصل النماذج. مثلا سي واحد ممكن يكون في منه 10 نماذج كلهم نفس التسليح، ولكن الاند سيكنس بتاعتهم هنا مثلا كاميرا 600 هنا كاميرا 800 وهكذا. طيب انا محتاج ايه تاني؟ كل الاليمنت دي انا مش محتاجها، انا محتاج الاستراكشر ريبار والبندنج ديتيل والريبار تاجز والفيوز. دي اهم واحده يا باشمهندسين. ايه هي اهم واحده؟ والله الفيوز دي هو كابير ايه؟ هو كابير معايا يا باشمهندسين، كابير السكشن دوت، تمام. لو انا بصيت هنا على السكشن، طالما الكروب ريجون ده عامل عليه سيلكت، يبقى انا كده مكبر الفيو. وهتيجي للكي بلان يا باشمهندسين، وهتيجي للكي بلان دي اسرع طريقه، تمام، وهتعمل كوبي عادي خالص، امر كوبي. طيب وهتيجي من هنا كده يا باشمهندسين، لاحظوا انا لما هعمل هنا كده هيحصل ايه؟ شايفين الكول اوت ده يا باشمهندسين؟ هو انا كده نقلت الكول اوت بكل التفاصيل اللي جواه بسكشن الاليفيشن بالفيو بتاع العمود نفسه هنا كده. اول لما اعمل هنا كده يا باشمهندسين ايه اللي هيحصل؟ طيب تعالى نعمل واحده تانية هنا كده يا باشمهندسين، وتعالى بقى نعمل ايه يا باشمهندسين؟ انا هنا سلكت على دوت كده، تعالى ندوس شيفت كده، ندوس شيفت يا باشمهندسين ونقول له والله انا عاوز انا هكبر كله ما عدا الفيو دوت، تمام، بس انا مكبر الفيو اللي جواه. بمعنى ايه يا باشمهندسين؟ هنشوف دلوقتي. اول لما انا اجي اعمل هنا كده ايه اللي حصل؟ اللي حصل والله يا باشمهندسين انا ما كبرتش الفيو ده، بس في نفس الوقت انا مكبر الفيو الاليفيجن اللي جواه. طب هل الاليفيجن جايب الانوتيشن بتاعته؟ هنشوف دلوقتي يا باشمهندسين، وبعد كده نرجع نشوف اللي احنا هنا كبرناهم دول. طيب بصوا يا باشمهندسين، ولا انوتيشن هتيجي. ليه ولا انوتيشن هتيجي؟ الانوتيشن ديت بس هي اللي هتيجي يا باشمهندسين. ليه الانوتيشن بس هي دي اللي هتيجي؟ ديت بس اللي هتيجي علشان ديت الوحيده اللي السكشن بتاعها عامل عليه سيلكشن، تمام،
والانوتيشن جواه، علشان كده كل حاجه فيه كانت واضحه وتمام. طيب خلينا في اللي احنا كبرناهم بالفيو دول يا باشمهندسين. لو انا دخلت هنا كول اوت، ايه اللي حصل؟ ايه ده القاعده معموله بالانوتيشن بتاعها يا باشمهندسين. طب دخلت هنا في الاليفيشن، ما انا كوبيره برضه بالانوتيشن بتاعتها. انت لو زي بعض بالظبط وكوبيرت الدايمنشن والسبوت اليفيشن هتجيلك هندسه، تمام، نفسه تيبيكال يا باشمهندسين. طيب خلينا نقفل كل دول كده، تمام، وتعالوا نفتح تالت واحده دي يا باشمهندسين نبص عليها بالانوتيشن بالظبط بكل حاجه يا باشمهندسين. هنا بالانوتيشن بكل حاجه، وهنا كده بالانوتيشن بكل حاجه. اذا يا باشمهندسين الموضوع هيكون سهل جدا لو انت كبيرت الفيو. يبقى ده الحل الاولاني، ان انت تكبير الفيو. طب الحل الثاني اللي هو ايه يا باشمهندسين؟ لو انا رجعت كده كنترول زد وعاوز ان انا اكبر الانوتيشن من هنا لهنا، الحل بقى يا باشمهندسين التاني بس اللي انا شايفه ما بينفعش مثلا الا في رافت مثلا ينفع، تمام. ليه؟ هو بينفع في كل الطرق يا باشمهندسين، بس هو هيبقى سريع معاك في البلاطه في الرافت، لكن مش هيبقى سريع معاك هنا كده. ليه؟ لان انا عشان اكبر كول اوت من هنا كده واجي اروح داخل عامل سيكشن هنا كده. طبعا يا باشمهندسين انت هتحطهم في الفيو تمبلت وكل الكلام ده، تمام، بس انا مش بحط في فيو تمبلت، احنا بس الهدف نوصل معلومه، تمام، الاول. وبعد كده باجي من هنا كده يا باشمهندسين وبدوس على قطاع العمود. ركز معايا بقى كده يا هندسه، قطاع العمود اهو، تمام. لو انا جيت من هنا كده وقلت له والله انا عاوز اجي اسلكشن كل ده، هسلكت ايه؟ تيبيكال ديتيل. بلاش بقى خلاص الفيوز مش هتهمني، انا عاوز الاستراكشر لبار تاج والبندنج ديتيل والاستراكشر لبار. لو انا خدت من هنا يا باشمهندسين كوبي، كوبي من هنا كده، وجيت عند الكول اوت اللي انا مكبيره هنا كده وقلت له بيست، هلاقي يا باشمهندسين هنا لا اكيد مش هينفع از سيمبليس، لان از سيمبليس دي هيعملها فوقيها. طب ايه اللي هينفع؟ بيست فروم كليب بورد، تمام. طيب بيست فروم كليب بورد هو يا باشمهندسين هو بيعملها ازاي؟ بيجيبها هنا كده. فافضل حاجه يا باشمهندسين بعد ما انت سلكت عليهم كده كلهم، تمام، سلك عليهم بس تاني، ان انت هتيجي استراكشر ريبار ومن هنا كده والديتيل ايتم وتيجي كنترول سي يا باشمهندسين وتيجي من هنا كده كنترول في. اللي حصل ايه يا باشمهندسين؟ ان هو جابها هنا كده، هتحتاج ان انت تروح عاملها هنا كده، بس برضو مش هتلاقيها ظابطه معاك، هتحتاج ان انت تعيد وتظبط كل حاجه فيها. طب ليه هنا يا باشمهندسين ما قراش معايا؟ ما قراش معايا علشان دوت فيو، دوت سيكشن ديتيل فيو، تمام. لكن لو كي بلان، عشان كده قلت لك هي بتنفع في الرافت كويس جدا، في الاستراكشر بلان بتكون خطيره، تمام. وليكن مثلا يا باشمهندسين انا عامل هنا كده، خلينا بس ندي تاجه هنا كده اللي هي التاجه اللي احنا عاملينها الجنرال، تمام. بص يا باشمهندسين لو انا جيت من هنا كده الحديد دوت كده وخدته كوبي، بيجي بالتاجه بتاعته وكل حاجه، انا في نفس البلان كده. علشان كده في السلاب يا باشمهندسين بعرف اكبر الحديد بالانوتيشن بتاعته وكل حاجه. طيب ايه الحل هنا يا باشمهندسين؟ اسرع حل اللي احنا قلناه في الاول، ان احنا بنخش نسلكت عليهم كلهم بالفيو ونعرف ننقلهم. طيب تعالوا نجربها كده في عمود يا باشمهندسين. لو احنا جينا نبص هنا كده، تمام، عند الكولومز هنلاقيها في الاول. لو احنا جينا نبص هنا كده يا باشمهندسين، احنا كنا عملنا العمود دوت، سوري هو السكشن بس جاي كده، احنا كنا عملنا العمود دوت كده يا باشمهندسين كامل بكل التفاصيل بتاعته. هل انا عشان اعمل عمود تاني مثلا، وليكن مثلا شايف الكاميرا دي يا باشمهندسين دي الكاميرا 800، تمام، فانا بكثف من تحتها، هنخليها في التانية مثلا 600، تمام. طيب هل انا هفضل اعيد بقى الانوتيشن دي كده كلها وكم الحاجات اللي بتاخد وقت دي؟ لا، انت كل اللي بتعمله يا باشمهندسين انك بتفتح السكشن دوت معاك، سواء سكشنين بقى او 3 مفيش اي مشكله، تمام. خلاص انا فتحت سكشن 2 3. ايه اللي هيحصل بقى يا باشمهندسين؟ ان انت هتيجي من هنا كده، احنا هنكبر فين الاول؟ العمود دوت يا باشمهندسين هو نفس العمود دوت. طب انا عرفت منين؟ عرفت انا لو عملت هنا كده يا باشمهندسين، خد دوت كده سريعا كوبي السكشن، تمام، هلاقي ان هو سي 01 وسي 01 الاختلاف مثلا هنا 800 لحسن الحظ، وليكن مثلا ديت هنخليها يا باشمهندسين 1400، تمام، علشان نبين بس ان في اختلاف ما بينهم. طيب كل اللي احنا هنعمله ايه؟ امسح السكشن ده بقى انا مش عايزه كده،
انا هاجي منين يا باشمهندسين؟ هاجي من هنا كده اقول له والله انا عاوز نقفل فاونديشن. نيجي من هنا كده يا باشمهندسين نسلكت على العمود ده ونخش على الفيو تاني كنترول، نسلك عليه ونخش هنا كده كنترول. لاحظ كم التفاصيل يا باشمهندسين اللي هيجي معايا. تمام. ونعمل فلتر. محتاج الديتيل ايتم، هات الدايمنشن، هات الاستراكشر ريبار، هات البيندنج ديتيل، هات الريبار تاج، هات الفيوز. تعال نجيب السبوت اليفيشن. طيب اوكي. اول لما بدوس اوكي يا باشمهندسين اوعى تاخد من هنا كوبي او تعمل كنترول سي. بلان يا باشمهندسين هو الطب في النقل، الاستراكشر بلان هو الطب في نقل الحاجات دي. بعمل كوبي. لاحظ ان انا مكبرها بالفيو كده، الفيو معمول عليه سيلكشن يا باشمهندسين. تمام. وهاجي من هنا كده. طيب لو انا مثلا عاوز اعملها للعمود اللي تحت دوت يا باشمهندسين، بتيجي من هنا كده بتلغي الكونسترين بس. تمام. تعالوا نكبرها هنا مفيش اي مشكله. تمام. هو سي 01 برضو ان شاء الله. وتعالوا يا باشمهندسين نكبرها فين بقى؟ تعالوا نسلكشن عليه تاني. تمام. سوري. هنعمل كده كنترول ونسلكت على دوت برضو كنترول ونسلكت عليه هنا كده كنترول ونعمل فلتر. اوكي. ديتيل ايتم، انوتيشن، سبوت اليفيشن، ستراكشر ريبار. تمام. وهنيجي من هنا كده يا باشمهندسين كوبي كوبي. لازم النقطة يا باشمهندسين تكون مظبوطة معاك. وهاجي من هنا كده اقول له ايه؟ اقول له بيست، او من النقطة دي من البيس بوينت دي للبيس بوينت دي. تعالوا نشوف يا باشمهندسين ايه اللي هيحصل. لو انا جيت بصيت هنا على العمود هلاقي ايه؟ الانوتيشن كلها ظاهرة يا باشمهندسين بكل حاجة، ناقص بس ايه؟ البندنج ديتيل مثلا محتاجة ان من الناحية التانية مثلا. يعني لو انا جيت ابص هنا كده يا باشمهندسين هلاقي من هنا مثلا ما كانش فيه كاميرا، فانا محتاج اعمل ديتيل ايتم جديده هنا. تمام. هنا برضو محتاج اعمل ديتيل ايتم، لكن الانوتيشن كلها يا باشمهندسين جايه بكل تفاصيلها. تمام. طبعا السكاشن ديت كده كلها انت هتخفيها وهتظبط الفيو، بس الانوتيشن بالحديد يا باشمهندسين اتنقلت معاك. لو انا دخلت هنا في السكشن مظبوط 100%. تمام. طيب لو دخلت هنا كده يا باشمهندسين في السكشن مظبوط 100%. امال اللي انا نقلتها ليه؟ نقلتها عشان التعديل ده يا باشمهندسين. شايفين دوت بقى؟ باجي من هنا مثلا كده خلاص اقول له والله انا عاوز دوت ايديت كونسترين مثلا من هنا يكون تحت دوت مثلا ب50. تمام. ومن هنا كده لهنا كده متر. اوكي خلاص. يبقى انا عدلت هنا على الكنات ومحتاج ان دوت مثلا انزلهم لغايه هنا ايا كان بقى تظبط الايديت كونسترين بتاعه. اختلاف بسيط في العمود يا باشمهندسين. لو انت هترسم فيه الانوتيشن هيضيع لك وقت كتير جدا، لكن لو هتعمله كوبي مش هتاخد في العمود 10 دقايق وهتكون خلصت الفيو بالكامل. طيب لو احنا جينا نبص على الفيو اللي تحت برضو يا باشمهندسين هنلاقيه مظبوط تيبيكال. هنا مظبوط اكتر يا باشمهندسين علشان مفيش من الناحيه ديت كاميرا. بص هنا يا باشمهندسين هنا كان في كاميرا، هنا في اسلابه، فبالتالي الكنات دي كلها كده مش هتكون يعني ست لوحدها، هتكون هنا بتبدا من هنا. والكونستراكشن جوينت بيكون هنا. ملحوظه الكونستراكشن جوينت والحاجات دي يا باشمهندسين بتيجي في نفس مكانها. هو مش فاهم فين يعمل الكونستراكشن جوينت، هي بتيجي في نفس مكانها اللي كان هناك. طيب كل التفاصيل يا باشمهندسين هتلاقيها جايه بالظبط. تمام. هتلاقي حتى الاشاره هنا هتلاقيها مظبوطه. هتشوف في الكاميرا هنا كده وتطلع من الاشاره هنا كده. تمام. هتلاقيها على حسب ال60 الفاي او ايا كام. لو انا دخلت هنا كده في السكشن يا باشمهندسين هتلاقيه مظبوط. لو دخلت هنا برضو كده في السكشن هتلاقيه مظبوط. خلاص كده فهمنا الاعمده وفهمنا الفاونديشن. الكاميرا يا باشمهندسين نفس فكره الاعمده بالظبط بنفس كل التفاصيل. بفتح السكاشن وبعمل نفس النظام. لو انا بس كده يا باشمهندسين فهمنا ازاي نعمل كوبي ويز انوتيشن ونسرع الموضوع معانا. والفكره بروباجيت يا باشمهندسين بتبقى فعاله قوي في حته ال 3 دي موديلنج. لو هو مش طالب الا نموذج مثلا F1 بس وتديها element نمبر 22 ما عندوش اي مشكله. تمام. ولكن انت بتاخد الحديد كوبي الحديد وتعمله بروباجيت الاين باي هوست وتاخد كل القواعد زي ما احنا فضلنا نعمل كده بروباجيت كتير. تمام. لكن الكوبي بتكون فعاله لو انت هتخرج شوب درونج من A to Z.
شكرا، دمتم بخير.